وتعد هذه الخطوة هي خطوة مهمة لكلا الشركتين ولصناعة الأغذية المصرية وقطاع الاستثمارات. وعلى قدر أهمية الحدث يشاركنا اليوم بالحضور كبار رجال الصناعة المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يشاركنا بالحضور المهندس محمد فرج عامر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة فارابيلا، السيد نيلس بيورتمان نائب رئيس شركة تترا باك العالمية، السيد أندرس ليندجرن مدير عام شركة تترا باك مصر، والسيد محمد طاهر مدير مبيعات تترا باك مصر. نفسي يعني مستر جولدن تيت يقول كلمه ان هو يعني صديقنا. انا سعيد جدا ان انا موجود النهارده بين حضراتكم، وسعيد جدا بشكر حضراتكم جميعا على الحضور. والنهارده انا بقول طبعا بالتعاون مع شركه باك ان احنا نعمل واحد من اكبر واحدث المصانع على مستوى العالم لصناعه الاكل الغذائي السائل، وهيعبي البان وهيعبي عصائر. وانا فخور ان احنا هنعمل هذا مع تترا باك، لان تترا طبعا هي الشركه الاولى في العالم في هذا المجال، واحنا على علاقه بيها بقى لنا اكثر من 20 سنه، وعندنا مصنع عملاق موجود اصلا دلوقتي ابتدى من حوالي 20 سنه وبيتجدد وبيتقدم كل وقت، وفي حوالي 14 او 15 خط من احدث خطوط الانتاج في العالم. لكن هو ما بيكفيش الطلب المتزايد علينا داخليا وخارجيا. وفارابيلا دي شركه مصريه وطنيه 100%، بتشتغل في مصر بقالها من سنه 1973. طبعا احنا ما كناش بنعمل اي احتفالات من هذا النوع، او بنحاول ان احنا نجذب الاهتمام او الانظار الى اي نشاط احنا بنعمله. احنا بنشتغل في مدينه برج العرب الهدوء. فارابيلا دي عدد ضخم من المصانع المقامة على 150,000 متر في المنطقة الصناعية الأولى في مدينة برج العرب. بدأت بصناعة اللحوم وتنوعت في العديد من المنتجات. فارابيلا فخورة إنها موجود فيها أحدث المنتجات وأحدث التكنولوجيا، وعدد ضخم جدا من الفنيين المهاريين والناس المدربين تدبير تدريب عالمي. واحنا فخورين ان اكثر من 70% من بيشتغلوا في مجال الاكل على التخرج خارجين من هذه المؤسسه. واحنا طبعا عندنا ايمان كبير قوي بالثوره والمحاسن تطوير كبير قوي، وان مصر خلصت من مرحله سيئه حصل فيها قدر كبير جدا من الفساد والبنود الكبيره قوي اللي كان بيتعرض اليها كل انسان في مجاله. ولذلك ايمانا منا بهذا الدور احنا بنعمل 4 مصالح اخرى بالاضافه لتترا باك. تترا باك هو التاج اللي هيتوج هذه المصالح، وهذه المصالح بدانا في انشائها بعد الثوره، بالرغم من ان كل الظروف بتقول ان في عدم استقرار وفي عدم امان وفي حاله تخبط وتفوضى في سوق مصر حاليا. لكن احنا واجبنا كمصريين وكناس وطنيين ان كل واحد فينا يعمل باقصى طاقه في مجاله، لان لا يمكن مصر تتقدم الا بعمل المصريين، وهو الطريق الوحيد الى التقدم. زائد ان احنا طبعا هذه المصالح هتنتج كلها صناعات متقدمه تفي باغراض كثيره في السوق المحلي وعليها طلب كبير قوي. منها اضخم مصنع، واحد من اكبر المصانع واضخم المصانع يعني عالميا في مجال الكرواسون. لان احنا عندنا مصنع صغير في هذا المجال او اقل ارتكازيا من 10 اضعاف. ومصنع الانتاج المسؤول اللي حقق برضه نجاح كبير قوي مصنع الانتاج الكيك، اللي هو هيكون نوع جديد من الكيك لاول مره يكون موجود في مصر. والمصانع دي هتبدا انتاج الناس الكبير هيكون انتاجها موجود في مصنع انتاج الدواجن اللي هي البون ان او البوليس، اللي هي يا اما نصف مطيه او مطيه. وطبعا هي الشرف الفارابيلا تنتج الغالبيه العظمى من الشركات العالميه العامله في هذا المجال. يعني ما يخفى على حضراتكم ان احنا بننتج الاسمنت، واحنا بننتج الدانون، الالبان والمحليات، بننتج اللحوم والجزء الجديد من الدواجن والسلاسل المفاعله العالميه والامم المتحده. وبننتج المونتي وبننتج لكانديا
لكن طبعا ده لا يمثل الجزء الاكبر. الجزء الاكبر احنا بننتج البراند بتاعنا اللي هو فارجيل وبنت وايزي يوزو والماركه صباح طبعا اللبن بتاعنا والعديد من الماركات اللي هي مسجله باسمنا بننتج اكثر من 1000 منتج ونصدر لاكثر من 150 دوله. والحمد لله ان احنا بيزيد نسبه صادراتنا وان احنا برغم كل هذه الظروف احنا بنعمل وعندنا اكثر من 15,000 مصري بيشتغلوا في هذه المجموعه كلهم شباب وشباب منورة. For Tetra Pak and for Aragela to sign this agreement and to build an absolutely state-of-the-art new facility outside Alexandria, one of the absolute leading food factories in this part of the world. It's very exciting because of the partnership we have, and it's very exciting for Egypt. When it comes to Tetra Pak, as some of you know, Tetra Pak is the market leader when it comes to aseptic processing and aseptic packaging systems around the world. And we are building this reputation not only in presence in more than 170 countries around the world, but also through a very superior technology both on the processing side and on the packaging side. We put a tremendous effort into ensuring that we have overall good line efficiencies on our equipment. We put a very, very strong emphasis on food safety to make sure that we can deliver. I think I know him quite well over the last period. And I think I'll say that I'm very proud to be in partnership with Mr. Farah. He's an amazing person. He's one of the true entrepreneurs in the industry. He has a fantastic vision, and I think that, as I said earlier, by building 4 new plants during this time, I think it's an amazing achievement. And I think from our side, I think this is exactly what I think Egypt needs during times like this. People like Mr. Farah to invest, to drive the industry, to employ many people, to sell many different products, and also make sure that there's a lot of export from Egypt to many other markets around the world.